لا، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. يوم 12/2/1966 ولد طارق في محافظة الفيوم، فتى بسيط لاحظ بيه تغييرات في جسمه، حاول يداري لأنهم في قرية بسيطة. وبعد فترة بدأ طارق يصارح أسرته برغبته في إجراء عملية تحويل جنسي ليصبح فتاة. وطبعا في البيت رفضوا هذه الفكرة لأنهم في مجتمع صغير ما يعرفش الكلام ده، لكن قرر طارق السفر والخضوع للعملية خارج مصر. فعلا طارق عمل العملية وبقى اسمه حنان، وطبعا في البيت لما شافوا كده رفضوها، ونزلت حنان على القاهرة، وبدأت حنان الطويل حياتها الفنية ضمن فرقة فنون استعراضية. ظهرت موهبتها في التمثيل والرقص، مش بس كده، وكمان نجحت في تخطي امتحان نقابة المهن الموسيقية. وفي عام 1999 ظهرت حنان ضمن مجاميع كومبارس في دور زبونة في محل كوافير بفيلم عبود على الحدود مع علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي. وفي سنة 2002 خطفت الأنظار بدور ميس انشراح مدرسة اللغة الإنجليزية في فيلم الناظر، التي أصبحت بسببها أشهر معلمة للغة الإنجليزية. وفي 2001 قدمت دور عزيزة في فيلم 55 إسعاف. ووقفت على المسرح في عمل وحيد مع الراحل علاء ولي الدين في مسرحية حكيم عيون في نفس العام. وفي سنة 2003 شهد ميلاد نجمة كوميدية من العيار التقيل هي حنان الطويل، بعدما لعبت دور الرقاصة كوريا في فيلم عسكر في المعسكر مع النجم محمد هنيدي، فحفرت اسمها واسم الشخصية في أذهان المشاهدين. وكان دورها في فيلم عايز حقي مع هاني رمزي آخر أفلامها، وبعدها دخلت في حالة نفسية سيئة، وبعدها دخلت مستشفى الأمراض النفسية. وفي عام 2004 ماتت حنان الطويل في المستشفى، والله أعلم موت ولا انتحار.